يا جماعه انا عيني بتعمل كده خلاص، انا عايزه انام. رحت الجامعه وامتحنت الحمد لله، وما اعرفش عملت ايه. تمام كفايه، انا كنت لسه هحط جليتر تاني، لا كفايه. اوكي المهم رحت الجامعه وامتحنت امتحان. بس احلى حاجه في الامتحان ان هو كان الساعه 3. اوكي بس انا صاحيه من الساعه 1 عمال ما نزلت والكلام ده كله، فكانت 1:30 2 الا تلت كده. تمام ف رحت اليوم وما نمش الا 4 ساعات. انا سنه جيت اذاكر في اليوم ده بس، يعني يوم الامتحان اللي هو ايه بيربلدا. انت بتقولي ايه؟ بريل نوع الرموش بقى وتكون خفيفه كده. اجيب ايه؟ لان الرموش دي هتلاقي بصي الاف الانواع، مش هقولك حتى حاجه معينه، بس اهم حاجه ما تكونش بلاستيك. رموش شعر طبيعي. البلاستيك معروفه هتلاقيها بتلمع كده شكلها مش حلو. وبعدين دلوقتي الاكتر اللي هتلاقيها رموش شعر طبيعي. يعني قريتك في الكلام قوي بجد والله يا طمطم، انت لسه في اللايف يا حبيبه قلبي، انت اللي سكر يا حبيبه قلبي. في ان شاء الله ناجحه ان شاء الله، يا رب يا رب يا رب رب والنبي. انا يعني انا عملت اللي عليا في اليوم ده والله. اوكي انا كده علشان اللاينز واي حاجه، فنكون احنا ظبطنا البشره تكون ريدي للفاونديشن واي حاجه هنحطها. بالنسبه لبنوته قالت لي ما تحطيش فاونديشن، على فكره انا هسمع بنصيحتك ومش هحط فاونديشن في اللوك ده، وهنعمل لوك ميك اب كامل من غير فاونديشن، بس مش هيكون باين ان احنا مش حاطين فاونديشن. انت اموره من غير ميك اب. والله انت اللي سكر يا رنا. بقيتي سنه كام دلوقتي يا لينا؟ تانية جامعة. انا في تانية جامعة دلوقتي ورايحة تالتة ان شاء الله، بس ان شاء الله هنجح واروح تالتة. طيب اوكي نبدأ بقى كده بالكونسيلر. هنبدأ بقى، بص هقول لكم الخطوات اللي هنعملها طالما مش هنحط مع بعض فاونديشن خالص. طيب اوكي ربنا معاكي ان شاء الله تنجحي، يعني ربنا يخليكي يا حبيبتي يا رب، تسلميلي. اوكي هرطب بس شفايفي. خرج يا بقى، ايوه كده. كنت حطاه من شويه ده فاونديشن، لا ده البرايمر علشان ابدا اهيئ بشرتي للميك اب وكده، علشان اللاينز ما يبقاش فيه اي لاينز وانا بحط اللي هي مثلا السمايل بتاعتي، الخطوط اللي هنا. بصي كده عامه، بصي بيبدا يعني فاهمه برضو بيكون يعني حاجه ناعمه على البشره زي كريم الترطيب كده، تبقى الحاجه جلوي اكتر على بشرتنا. سنو برايد فيلفت اهو ده شكله من في وانشي اللي انا استخدمته في اول الفيديو. وده مش يعني ده مش ابيض قوي مع ان درجته 101 على فكره. اوكي انا بس هستخدمه في الحته دي كده، بصوا كده هنا نقطه وهنا نقطه. برايمر ده لاي بشره عادي، البرايمر ده لاي بشره عادي جدا. بصوا النقطه دي بس. تمام هاخد حاجه بسيطه جدا. ايه رايك في فاونديشن فيتي بيوتي؟ مش حلو، بيجير. هي بس مشكلته ان هو بيجير، لكن كصحيه على البشره الكلام ده مفيش مشكله، بس هو بيجير. وانا اعرف ازاي نوع بشرتي؟ بسيطه يا ست. مختلطه، يعني بشرتك تكون مختلطه لو انت بتعرقي من الحته دي، يعني بصي الجزء ده كده تكون بشرتك مختلطه لو انت بتعرقي من الحته دي بس. بشرتك جافه اللي هي مهما تحطي في كريمات ترطيب تحسي ان بشرتك ناشفه على طول، ناشفه كده مش صحيه، مش بتعرقي كل حاجه والكلام ده كله، بس فاهمه ما فيهاش الجلوي اللمعه الصحيه او الطبيعيه بتاعت البشره دي. كده انت كده تكون بشرتك جافه. الدهنيه اللي هي على طول بتفرز زيوت، هتلاقي على طول بشرتك فاهمه فيها زيوت او فيها حبوب كتير طبعا للاسف، فدي في الحاله دي تكون بشرتك دهنيه بس. حساسه احط عليها ايه؟ زي ايه يعني تتكلمي تحطي عليها ايه في ايه بالظبط؟ يعني لو ما حطيناش كونسيلر وحطينا فاونديشن على طول مفيش مشكله. على فكره انا قلت مش هحط اصلا فاونديشن في اللوك ميك اب ده، هحط كونسيلر بس. ما تخافوش تحط حاجات تانية، بس بنت قالت لي ما تحطيش فاونديشن، وانا هوريكم عادي تقدروا تعملوا ميك اب كامل يبقى فول ميك اب كمان. على فكره في عرايس ما بتحطلهاش فاونديشن، بتحط لك كونسيلر على طول، يعني مش لازم الفاونديشن وتبداي من كل ده كله خالص. على فكره البشرات مش محتاجه اصلا، فهيبقى كلكعه وخلاص على الفاضي.
اوكي. فحطيت بس الكونسيلر، انا بس مستني يعني دقيقه عبال ما ايه ياخد يعني الكواليتي بتاعته تعلى اكتر من كده، والبيجمنت تعلى بتاعته معاه. فاونديشن يكون كفر عالي ويكون سعره معقول، ديور. بس الكوبي منه طبعا مش هتجيبي الهاي اند منه، بس الكوبي بتاعه تحفه وسموث على فكره جدا. هوريكي ريفيو حالا سريع عن ديور ده. بس استني انا عايزه اجيب لك الكلمه، يعني كانت مكتوبه، كان في هنا ديور بسبب محلول واتضايقني في عيني. يا رب ما اكونش رميت المحلول. انا عندي محلولين. بصي ده سليويل ده ولا كليويل ده، تمام. وفي ده من ديسيو. انهي افضل بالرغم ان ده اغلى من ده؟ ده اغلى منه، ده جايباه ساعتها ب 250، ده مش فاكره كنت جايباه ب 75. الكلام ده على فكره المحلول ده عندي بقاله سنتين ولا 3 سنين اصلا، دلوقتي تلاقيه ب 100 وي، بس مش مهم. انا بقول لك يعني شوفي ده جالي ديسيو بتاع العدسات الكبيره، وشوفي الحاجات الغاليه ما عجبنيش عن ده، بيحرق العين اصلا. لكن ده حسيته افضل بكتير، مريح للعين اهو. بالنسبه نرجع لبتاعه الفاونديشن تاني، عايزه فاونديشن فول كفرج ويكون سعره معقول. قلت ديور. بصوا كده انا هعمل سموث يعني سواتشت خفيفه كده. بصوا انا خدت بامب واحده اهي، بصوا كده يعني البامب دي. بصي 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 بصي، وعلى فكره مش هيبقى ازاي تحسي ان في جبس على وشك، لا خالص على فكره. بصي الجمال، خفى ذنوبك، مش خفى يعني مش خفالك لا بجد. بصوا فرق. اوكي بشرتي حساسه، يعني احط عليها ايه مثلا من الميك اب؟ اصل في ناس بتقول مش اي ميك اب لاي بشره. بصي الجمله دي انا دايما بقول للبنات عندي، بقول لهم حاجه الوش دي الاسكان دي اللي تستغلي فيها او تجيبي فيها حاجه نظيفه. انما الحاجات التانية زي ايه مثلا الروج، الاي شادو دي عادي، الماسكارا عادي، الكحل عادي، لا الا وانتي عينك حساسه اصلا، فاهمه؟ فمش هتستحملي فيها الكحل او الماسكارا لوقت طويل، تمام. دي حاجه. الحاجه التانية وهي مثلا ايه تاني يا ربي؟ البلاشر. هاتي تنت احسن مكان البلاشر، ما تستخدميش بلاشر، لان كده كده اصلا البلاشر بيأكسد مع الشمس، بيغمق البشره اصلا. وفي بلاشر ممكن تحسي انت عايزه تاكلي في وشك، فانت الافضل ان انت تجيبي لك تنت احسن، اي تنت مايت سينما، بس مش اي تنت برضو تجيبي حاجه، عشان اهم حاجه دي اصل بتبقى بشرته حساسه، بتبقى اهم حاجه الجزء ده عنده وشه السكان نفسه. فانت تجيبي مثلا مايت سينما، شي جلام، بس شي جلام غاليه، هي شي جلام ب 250 ما فرقتش كتير عن مايت سينما، لو انت يعني ايه مش تفرق معاكي الحته دي. فشي جلام مايت سينما الحاجات دي حلوه جدا. ايه تاني يا ربي ممكن تستخدميه على بشرتك؟ انت مش تحتاجي الكونتور اي ثينك يعني. وايه تاني يا ربي؟ ايه لو في حاجه تانية عايزه تعرفيها فكريني. خلاص قلنا المحلول هو اللي بيوظي العدسات. لا ده انت كده بتهزري، انا بجد انا فور مي انا ديسيو ما عجبتنيش خالص. ديسيو ده اغلى محلول ما عجبنيش، لان انت عارفه عدسات ديسيو، انا كنت جايبه العدسات بتاعه ديسيو عشان اصور بيها لوكات وكده، فخدت معاها المحلول ده ما عجبنيش، بينشف العدسات بسرعه جدا، فكان لازم اخلي العدسات قدام عيني على طول علشان افتكر اني انا ازودها على طول. تنصحيني مرطب ايفا للجسم حلو ولا اجيب مرطب نوع تاني؟ لا ايفا على فكره حلو جدا ومش مقاطعه. انت بجد كل حاجه فيكي حلوه، طريقه كلامك ودايما بتقولي لان حاجات اللي احنا مش عارفينها. حبيبه قلبي يا بتول، تسلمي لي يا قمر. اكتبي اسمه، معلش اسم ايه اللي اكتبه؟ طيب قولي لي. استاذ غنى لسه عندي 14 سنه يا اختي، حلو ده لوك ايه اهو زي ما انت شايفه، لوك ميك اب توتوريال على الوان كشميري ومسحوب، يعني فاهمه لسه هنسحب العين كمان بس عشان للعيون المبطنه. الدولي عامل ايه يا شيخه؟ اقعدي ابعدي عني انت والدولي يا شيخه، اقعدي في حته. وكتابه لا تصدق نفسي اول ما روحت انا ما نمتش، فهعمل ايه بقى؟ قلت مش مذاكره، تصدق نفسي ومش هذاكر، قلت لا خلاص نشوف حاجه بقى نعملها. حاجه التفتيح بقى
في كريم اسمه دازير، انا عملت عنه ريفيو، خشي شوفيه في الاكونت بتاعي هنا هتلاقيني عامله ريفيو عن منتج لونه اورنج كده اسمه دازير، فيه فيتامين سي وهيلورونيك اسيد وتفتيح، ومنه سان بلوك برده تحفه جدا على فكره. يا رب الامتحانات تموت، يا رب الدكاتره تموت، اي حاجه بقى. كونسيلر حلو الاستعمال اليومي، انا بستخدم كونسيلر مايت سينما الاستعمال اليومي بصراحه، يعني بقالي بالظبط سنه ونص منتظمه على الكونسيلر ده، ما شفتش منه اي مشاكل او اي حاجه حصلت لي الحمد لله يعني في بشرتي وكده. بس انا مش بحط كميه كتيره وانا نازله، انا حرفيا بحط نقطه اقل من دي مليون مره، نقطه تنتوفه كده وانا نازله، بطنه قوي ومش بيليق فيها الايلاينر. عايزه اتعلم اللي هو الحرف والمدمع، بس الحرف والمدمع والحركات دي بصي سيبك من حته. انا على فكره عيني مبطنه، كنت وانا في ثالثه اعدادي حرفيا انا كانت بس خدودي كانت تخينه عن كده، خدودي كانت كده، كنت اضحك انا مجرد وما زلت لما اضحك ما يبانش فيها الايلاينر، مهما اعمل مش هيبان الايلاينر في عيني غير لما ابقى بص تحت كده، اقعد اعمل لهم كده هناك في الجامعه. اسالي صحابي سعر كريم التفتيح كام، كنت جايباه ب 150 بالظبط من حوالي 8 شهور كده ولا حاجه. روحي ذاكري الاداري يا لين. حاضر هقفل اللايف واروح اذاكر لا اقول لك هسيب نص وشي كده واروح اذاكر الاداري اكتر منك وواسعه. عينك اوكي ماشي، احنا هنرسم مع بعض وينج ايلاينر خفيف، وهقول لك ازاي ترسمي عينك طالما انت مبطنه. شيلات ازاي في الميك اب لو ما عنديش كوريكتور، لو عندك كونسيلر درجته صفرة شويه يعني مش ابيض، او ما تجيبيش كونسيلر درجته بيضه قوي، لازم تجيبي كونسيلر على اصفر شويه، علشان ابيض قوي هيقلب رمادي معاكي. فانت تجيبي بعد كده بقى الكونسيلر بتاعك على اصفر شويه، ما تجيبوش ابيض كده، او لو انت عندك اصلا حطي اللي هو الاصفر وبعد كده حطي الابيض، لو ما عندكيش الاثنين عندك واحد فيهم خليكي في الاصفر بس شويه كده. لونها بني، بنحطها كده على الخطوط كده وبين المناخير، مش عارفه اسمها ايه، ما هو ده الكونتور، ده الكونتور اللي هنا الناس اللي مناخيرها كبيره، الكونتور هنا كده عشان نحدد ونرفع، يعني الناس اللي عندها خدود زي حالاتي حابه ان هي تفضل مخدوده وحابه خدودها اوكي، حابه ان هي تبان انحت شويه خلاص عادي بتحط هنا، بتحط هنا عشان اللغد، بتحط هنا لو هي قرتها كبيره. اسم الفاونديشن خلاص قلنا كبسه حبيبه قلبي، ايوه ديور صح كده، بيكون كونتور. هو انا بستخدم مرطب ستيفز وبشرتي على طول ناشفه من عند الجبهه وحوالين الفم وبحط ميك اب بيكون مجاير. انت على طول لا غيري كده المرطب بتاعك، يبقى كده المرطب بتاعك مش لايق مع بشرتك، فانت استخدمي بقى مرطب ايفا نيفيا، ممكن تستخدمي برضو، عارفه انا بستخدم ساعات البودي لوشن بحطه هنا على فكره، بحطه على وش عادي جدا، فانت تغيري ممكن تحطي سيروم اكتر على وشك، عارفه لو زيت جونسون كده حبه حطيتيهم قبل الميك اب هيفرقوا برضو معاكي على فكره. ديور صح؟ يس ديور. لا لازم تطلعي لايف كل يوم، اخد الاجازه بس اخد الاجازه بجد، وانتوا لو شجعتوني على الموضوع ده ولقيت فيه دعم كبير جدا من حوار اللايف ده بجد هطلع لكم لايف على طول. شبه منى طه يا شيخه اقعدي، انا شبه منى طه حرام عليكي. فاونديشن ايه لا انا مستخدمتش فاونديشن، انا استخدمت كونسيلر من في وانشي، ده شكل احنا قلنا هنعمل اللوك ده من غير فاونديشن. الكونسيلر ده شركه صينيه على فكره، او ده شكله بيبقى شكله كده. قرة الجامعة، انا قرة الجامعة من الشمس، بس انا عشان ما حطيتش فاونديشن عليها. حبيتك جدا انت اللي زي القمر، اعملي فولو عشان تشوفيني على طول. الجامعة من عند شعرك لسه ما حطيتش عليها لوس باودر تكون حلوه، لوس باودر بتاعت فيتمي تحفه تحفه تحفه، هي شفافه اللي هي البيضه بتاعتها في التوتوريال ده حرفيا تحفه. كان عندي قبلها بتاع الدارت برضو تجنن، الاتنين بحبهم بصراحه. بحبك حبيبه قلبي. لا دي دهنيه مش جافه. بصي انتي تستخدمي سيروم اكتر، طب لما هي دهنيه بتقشر طب ما انتي تحطي سيروم بقى فاهمه. فانا هحتاج ان انا احط سنه من الفاونديشن ده هنا كده. اوبس دي مش سنه خالص. باستخدام سيروم ايه، في لايكوليك اسيد، ممكن تستخدمي جارنيه، ممكن تستخدمي سيروم لاروش بوزيه، ممكن تستخدمي
ايه تاني؟ السيروم في انواع كتير، في من بريتي وومن عامله سيروم برضو، مايت سينما، في كل حاجه وحاجات طبيه برضو كمان كده يعني. انت منين يا بطوطه؟ انا من الهرم. شبهها واحلى كده حبيبه قلبي، تسلمي لي يا قمر، انت جميله جدا. لوس باودر فيت ميل اوريجينال ولا الكوبي؟ على فكره الكوبي برضو يعني هتبقى كويسه جدا معاكي، اللي معايا دي الكوبي على فكره وتحفه، لكن بتاعه دارس اللي كانت عندي كانت اوريجينال بصراحه، بس الاثنين ما حسيتش فيهم بفرق يعني. هايلايتر نوع ايه حلو للمناسبات؟ عايزه هايلايتر للمناسبات؟ اوفرا ده بصي بيجيب من الاخر حرفيا. وفي سيبال او كاتريس دي كانت روعه. ايوان الحمد لله على السلامه. طب وام ان الشفافه حلوه ولا لا؟ مش حلوه، لا ام ان بعيدي عنها خالص، مش حلوه. هي بتحسيها تنشف على وشك، ما يعني بتعمل حاجه كده غلط. دي بقى انا هعملها كونتورنج يا جماعه. عندي مايت سينما هايلايتر وتحفه يا لينا، حلو برضو اللي هي الباليت الكبيره المدوره بتاعتها دي بالمراء، تحفه برضو على فكره. هستخدم ده بقى درجه 204 من مايت سينما ككونتورنج كده. وعلى فكره اللون بتاعه مش بني يعني، اللي هو بس حاجه تكسر البياض ده. اللي فيها 3 درجات شطوره، على فكره جميله جدا وباينه يعني البيجمنت بتاعتها حلوه جدا. اوفرا معدي ال1000. ايه بديله؟ كاتريس، خشي على كاتريس. وفي بتاعت مايت سينما على فكره قالت لك عليها جميله جدا برضو، هي ما كانتش حاضره زيني بس جميله على فكره، بتاعت مايت سينما عمليه جدا. لا انا مش محتاجه احط هنا بصراحه، مش عنديش لوك دي يعني، هي حنتفه وخلاص. في حد اسمه بتول؟ لا مفيش غيرك هنا اسمه بتول حاليا. ممكن اطلب طلب من كل اللي في اللايف يعملي فولو عشان اوصل 1000 متابع. اعملوا فولو يا جماعه. اوكي بس على اخري حبيبه قلبي يا خلود. بصوا كده الشكل ده، والله انتي اللي سكري قمر، تسلمي لي حبيبتي. طبعا احنا مش هنفضل باللون ده، انا بس عشان نكسر البياض اللي احنا عملناه ده، يكون الوش متقسم، هو مش هيبقى بالبيجمنتيشن دي خالص. هلو يا ايه عامله ايه ازيك؟ طبعا فيكس سبراي بقى علشان الدمج الليله اللي احنا عملناها دي. اوكي وهبدا ادمج كده بالشكل ده. بصوا هو اللون اهو يخف، الدنيا بتخف وبتبقى حلوه. البندانه بتاعتنا عادي نوسخها مفيش مشكله، لكن لو بتاعت اختي ما كانش هيبقى فيه بقى رحمه. عندي سؤال بس مش عن الميك اب، اتفضل مش مشكله. خير يا روحي، انتي عسوله قوي، حبيتك قوي والله اول ما شفتك حبيبه قلبي حبيبتي. طيب اسالي عادي، بشره ميك اب اي حاجه عادي اسالي. عجبني درجه الروج دي وهستخدمها كتنت، وان الحاجه ام الاختراع بصراحه. زعل قوي ان انا هستخدمه في الاوبشن ده ولا ايه؟ سوق حطيت كتير تقريبا ولا ايه؟ شطوره قوي، شبه منى طه واحلى كمان حبيبه قلبي تسلمي لي. عندي تصبغات وكل خفيف، بعمل سكنورين ومرطب ببانسن بس كلف خفيف بعمل. انت كده عايزه، لو عايزه فاونديشن تقيل هاتي ماك برضو تحفه على فكره، واسعاره نفس الاسعار كلها بقت دلوقتي فاهمه. يجي فيه احمرار، في احمرار. طب انت كده لما بتستخدمي طيب الفاونديشن بيحصل ده بعد الفاونديشن ولا هو طبيعي كده؟ في نوع مرطب من ايماج حرفيا تحفه جدا، موست وان حلو على فكره. مرطب ايماج ده يا جماعه على فكره حلو جدا. نيفيا ايفا، شفتوا الدنيا الروز دي شويه فرقت شويه والله في اللوك. بصي انا بستخدم وانا رايحه الجامعه حرفيا نقطه، بس يعني مش عشان ايه، ممكن في ناس بتحب تزود كده نقطه، وهنا كده بس نقطه
كده. هتحط كتير هو تقيل، خلي بالك فول كافريج ده على فكره. هتحط كتير هتحسي نفسك انتي متعوده عليه، بيفتح جدا وبينور على فكره. لكن هتحط كتير انت اللي بتأذي نفسك. ليه بيحصل ايه؟ هتحسي ان انت اتعودتي على نفسك بشرتك كده، من غيره هتحسي ان انت تعبانه مجهده، في حاجه غلط في وشك، لكن ملهوش اي اضرار. بصي على فكره هينور ازاي اصلا الحته دي. بصي النقطه دي بس كده اللي انا حطيتها، لان انا قلت لكم كده كده في الاول الكونسيلر اللي انا استخدمته في الاول ده على اصفر مش على ابيض، علشان انا كان عندي مش هالات بس ايه يعني ارهاق نتيجه اليوم المذاكره اللي انا ذاكرته ده يعني، والنوم اللي مش منتظم. ما بتعمليش فاونديشن خالص؟ لا احنا عملنا في اللايف ده من غير فاونديشن، يعني اللوك ميك اب ده من غير فاونديشن خالص. انت هتشوفي الفينيشنج في الاخر. بالنسبه لك لو ما كنتيش تعرفيها عادي مش هتلاحظي ان ما فيش فاونديشن، يعني ان هو في. بصي هتشوفي الفينيشنج كمان في الاخر. بصوا اصلا النقطه دي نورت ازاي الحته دي. ده كوبي ولا ايه؟ لا مايت سينما مفيش منها كوبي اوريجين، مايت سينما واحد. بي كوبي ولا لا مفيش منها كوبي اوريجين، هي واحد بس، لان هي اصلا هي دراج ستور، هي مش حاجه كده. اللوس باودر بتاعت فيت مي عشان تشوفوا الريفيو بتاعها دلوقتي اهو. اوكي ممكن عادي نستخدمها ببراش بباف اي حاجه عادي. هننور الجزئيه دي شويه. نفس الالوان اللي انا استخدمتها في الاول، وهرجع استخدم تحت العين اللون الغامق ده بقى من هنا كده. بصوا كده بالشكل ده، وبفتح بس فتحه بسيطه مش هقفلها يلغط العين كلها حبيبه قلبي. اوكي ونورت تحت العين اكتر. الجليتر ده بقى زي ما قلت من بريتي وومن، انا هستخدم منه اللون ده. عينينا مبطنه، في ناس كتير اجمعت في اللايف ان عينيها مبطنه، فاوكي اللاينر ده بيبقى عايز تأني يا جماعه شويه. افضل ماسكارا في حياتي كلها سيبال 3 دي، ودي انا عملت عنها ريفيو كامل في الشانل بتاعتي وعلى الاكونت هنا. حرفيا تحفه، بس هي مش هتبان هنا دلوقتي اي حاجه لان اوريدي لابسه لاشز، فانا بس عايزه ايه مكان اللوس باودر، لو في اي لوس باودر على رموشي حاجه كده الكلام ده كله نسودها، نرجع تاني نسودها بس كده مش اكتر. عارفين يا جماعه تحفه جدا. شوفوا اللون بتاع البلاشر عامل ازاي، حرفيا هيبقى حوار لما يتحط هنا. انا مش عايزه احط برضو يعني كميه كتير اهو بالشكل ده كده. اوكي بالشكل ده كده
يا جماعه ده انتوا في اجازه تعبتوا ولا ايه؟ نورت وفرقت. حد كده كان يتوقع اني انا ما استخدمتش فاونديشن؟ نوع ايه البلاشر ده؟ هتساليني طبعا نوع ايه البلاشر ده. للاسف دي مش العلبه بتاعته، ده اتكسر فانا حطيته هنا. نوع ايه مش فاكره، ده تستر ولا كان مش فاكره كان ايه. كان بصي هو لونه اهو، لو لقيتيه في اي حاجه بقى هاتيه. بصي اللون بتاعه اهو، هو في منه لمعته كده. بصوا عارفين انتوا زمان اللون بتاع اللي هو كان بيقولوا عليه بامبا مسخسخ ده، هو كان هو كده، هو اللون ده. ده لون البلاشر عشان تبقي عارفه. الدرجه دي شويه كده، بصوا كده، من باليت بريتي وومن. هستخدم منها الدرجه دي وهزود منها، يعني مش كتير مش كتير، ما تخافوش. احنا قايلين بس معلش حاجه خفيفه بس عشان ابقى مرتاحه شويه. بكتر انا يعني، انا عبال ما اخلص والله بجد انا شايفاه نطق عن ده. لو الناس تصبر، لما انا يعني انا بحب لو الناس تصبر بس على بعضها كده. استخدم مثلا اللون ده بقى جميل اوي حبيبه قلبي، غامق قوي بس ماشي. نشوف كده عليه موم بقى.